السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكرام في كل مكان. أهلا بيكم في فيديو جديد بنتكلم فيه النهاردة عن لون سامك إيفوري 1065 وإزاي نفرق بينه وبين الفانيليا لاتيه وأنهي أحسن فيهم، وهنعرف برضو إزاي بنوظف اللون ده وإزاي بنختار الغوامق اللي بتبقى ماشية معاه وعلى أي أساس أصلا إحنا ممكن نختاره. ليه يعني احنا ممكن نرشحه بقوة في المكان اللي عندك ده او ما نرشحوش خالص مثلا. فكل الكلام ده هنحتاج ان احنا نفهمه في الفيديو ده، فياريت تركز معايا جدا عشان تقدر تاخد اللون ده. هناخده بلان كده من اول ما بتختاره لحد ما بتخلص بيه المكان الشقة كلها بكل الاكسسوارات وكل الفرش واختلاف الماتيريال يعني اللي انت شغال بيها كلها، تبقى انت عرفت توظف اللون ده بشكل دقيق وعملي وكويس جدا. طيب اول حاجه عندي لون اسمه سامك ايفوري. اللون ده نابع من شركه جوتن، كود بتاعه 1065. دي كده المواصفات اللي انت بتقدر تختار على اساسها اللون. وصف اللون ده هو درجه بيج مائل للاحمرار، يعني اللون ده بيبقى الصبغه اللي نازله فيه اسود واصفر جملي واحمر. طيب حد يقول لي تقريبا دي هي نفس الصبغات اللي نازله في الفانيليا لاتيه برضو، اللي هي الاصفر الجملي والاسود والاحمر. اقول لك ان هنا بقى الفرق بيكمن في حته ان الاحمر هو اللي عليه اللعب كله. هو لما انا بحب ان انا اخلي الدرجه دي ارحلها من بيج مصفر لدافي، لون دافئ زي اللاتيه، ابتدي ان انا ازود نسبه الاحمر شويه. وبناء عليه السامك ايفوري انا بالنسبه لي احسن من الفانيليا لاتيه لسبب وجيه جدا، ان هو بيديني الحته اللي اغلبكم واغلب الناس اصلا بتدور عليها، وهي الدرجات الدافئه. يعني الدرجه دي هتلاقي نسبه الاحمر اعلى شويه، وجي عند الاسود ونزل الاسود شويه، فادانا الدرجه اللي احنا غالبا بندور عليها. لان احنا مشاكلنا دايما في الفانيليا لاتيه ان هي ممكن تطلع غامقه شويه، مترحله شويه، مصفره شويه. فهو قاتل لك الدنيا دي وجايب لك الدرجه على طبق من ذهب، وبيقول لك اعمل سامك ابره هيديك اللي انت عايزه. ده كده بالنسبه لنقطه وصف اللون. طيب بعد وصف اللون تمام، انا اخترت اللون ده، انسق عليه ايه؟ امشي الدنيا ازاي عليه بقى؟ انا بناء عليه مثلا انا اصلا ممكن اختاره اللون ده لو زي ما احنا قلنا الوصف بتاعه كده هو درجه من درجات اللاتيه او البيج المحمر. تمام، فبقى ذلك ان انا لو عندي الارضيه مثلا فيها اوف وايت على بيج، او اوف وايت على لاتيه، او اوف وايت وفيها مثلا عرق جملي او عرق اصفر، او عندي اي اصفرات يعني في التون ده، انا الدرجه دي مرشحه بقوه. لو عندي خشب، لو عندي تجليد خشب، لو عندي الابواب مثلا عاملها اسطر، فانا الدرجه دي برده مرشحه بقوه. الدرجه دي مرشحه بقوه اصلا حتى لو ما عنديش الكلام ده، لان هي درجه حياديه جدا، فهي من ضمن الخمس درجات الحياديين اللي احنا دايما بنتكلم عنهم، الاوف وايت والجري والبيج واللاتيه والجريج وكل الكلام ده. فانا كده كده اصلا اوريدي مرشحها معايا، فكل الكلام ده بيخليني ان انا اقدر ان انا ارشح واختار الدرجه عندي. طيب اخترتها وعرفت وصفها ايه، انسق معاها ايه؟ يعني انا مثلا خلاص هناخدها هوظفها ازاي؟ اعملها فين؟ دايما انا صاحب فكره ان احنا ناخد المكان كله لون واحد. ده بيبقى حاجه حلوه جدا وممتازه قوي، ان انا باخد المكان كله عندي لون واحد. تمام، وابتدي ان انا العب واكسر اللون ده بماتيريال مختلف، بخلفيات، باكسسوارات، بكل الكلام ده. ايه بقى الخلفيات وايه بقى الالوان الغامقه اللي ممكن تخش معاه؟ عندي 4 الوان غامقين يقدروا يخشوا معاه في منتهى الجمال. زي ايه؟ عندك درجه اسمها سوفت سكين اللي هي 10 580، هتلاقيها لو بصيت او فتحت كارتيلا بتاعه جوتن هتلاقي ان هي في نفس العمود بتاع السامك ايفوري. وعندي درجه ثانيه اسمها وود سموك 0568، دول من درجات اللاتيه الغامق، هم بيمشوا حلو جدا جدا معاه. طيب الدرجات دي ممكن اخدها بلاستيك، وممكن اخدها قطيفه، ممكن اخدها اصلا في الفرش. يعني انا ممكن اجيب درجه مثلا زي بتاعه سوفت سكين دي مثلا 10 580، واجيب التون بتاعها بالظبط وابتدي انسق عليه مثلا الفرش مثلا بتاع الكابوتيني بتاع السراير، فرش السفره، الانتريه، عندك السجاد، ان انا ادخلها معايا في الفرش، في الستاير ما انساهاش طبعا. ابتدي ان انا ادخل اللون ده يبقى هما الاثنين متباينين جدا كده من بعض. طيب عندي درجه ثانيه ودي هتبقى كونتراست عليها قوي، يعني حاجه كده متباينه عليها قوي، وهي درجه اسمها ديفاين 12125. كل الارقام اللي انا بقولها دي تحت مسمى شركه جوتن، هي اللي بتطلع الاكواد المختصره. في اكواد تانية زي مثلا 10 واي 30 ار، 1005 واي 20 ار، دي بتبقى اسمها الان سي اس، اللي هي الكود الثابت في اي شركه، الكود الثابت في اي شركه. وبرده هرجع في النقطه دي عشان في ناس كتير جدا ما يكونش عندها امكانيه ان هي تجيب حاجتها من جوتن، فبتبقى عايزه مثلا تعرف والله انا حبيت اللون ده فانا عايز اجيبه بس مش هجيبه من جوتن.
اجيبه منين؟ طيب يبقى مثلا في كذا شركه، الشركات دي بتلون على حاجه اسمها NCS اللي هو التلوين او التجميع والمعادله بتاعته في كل مكان، وهي مثلا لون سامك ايفري اللي هو 1065 ده الكود المختصر ليه في جوتن. بنعمل اللي هي 1005 واي 40 ار، هو ده برده نفس الكود بالظبط في باقي الشركات باختلاف طبعا جوده اللون وفروق الماتيريال عشان ما تقارنش كتير يعني. زي ما انتم شايفين اللي ورايا ده مثلا كده دي جوتن، خلاص بتتشاف من العين من 20 متر بتبقى عارف ان دي جوتن خلاص، لو شفت ماتيريال تاني هعرفه. فهو ده حاجه دي اسمها كده جوده اللون عشان تبقى مفرق كويس جدا. طيب ده كده اتكلمنا كده عن وصف اللون وعن توظيف اللون وايه الالوان الغامقه اللي انا ممكن امشيها معاه وتطلع برده حلوه جدا. اخر حاجه